ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس عايزاكي لو انت اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. النهارده هنعمل مع بعض الكحك الدايب دوب، كحك المحلات. هقولك بقى على الطريقه الصح اللي تطلع معاكي الكحك دايب وجامد جدا جدا. بصي الكحك دايب ازاي، الكحك بجد طالع روعه جدا جدا. اعمليه بالطريقه اللي بقول عليها دي وهينجح معاكي وهيبقى زي الفل. انا حطيت 12 كوبايه دقيق، حطيت عليهم معلقه ملح صغيره، نص معلقه بيكنج باودر، وهجيب كوبايه ميه دافيه هحط عليها كيس الخميره، ولكل 3 كوبايات دقيق بحط معلقه سكر. يعني ال 12 كوبايه دقيق حطيت لهم 4 معالق سكر، برضو معلقه صغيره مش معلقه كبيره. هدوبهم مع بعض وهحط عليهم معلقه واحده صغيره خل. اي حاجه، نصيحه دي بقى انا بقولها لك ليكي وللزمن ان انت اي حاجه هتحطي فيها خميره حطي معاها معلقه الخل، هتفرق معاكي جدا جدا في هشاشان المعجنات عموما يعني. بس وطبعا لكل 3 كوبايات دقيق بحط معلقه سمسم، يعني انا برضو هحط 4 معالق سمسم بس. والسمنه بتاعتي بقى بتغلي على النار. هنا حطيت بصوا سنه ريحه كحك، حابه تحطيها حطي، مش حابه براحتك. هنا السمنه بقى كانت بتغلي، لازم تغلي وتنزل على السمسم كده، بتطلع ريحة جميلة جدا جدا وبتخلي الكحك دايب بقى. لو عملتي بالسمنة باردة هتلاقي كحك معاكي ناشف، لكن السمنة السخنة جامدة جدا في العجين، لازم تكون بتغلي. هنا بقى بدأت أبس السمنة مع الدقيق. أهم حاجة إن كل الدقيق يشرب السمنة بس. وبعد ما بدأت تهدى معايا يعني سنة كده ايدك تقدر تستحملها، بدأت ابسها بقى بايدي. وفي مقطع معلش اتحذف، انا كده بقى كانت شربت الدقيق كله السمنة. نزلت بقى بكوباية الخميرة على كوباية المية بالخميرة على العجينة. هي كوباية واحدة على 12 كوباية دقيق، بتلم العجينة وبتطلعها جميلة جدا. هنا كنت بوريكم ان ايدي ولعت لان السمنة سخنة جدا. بصوا العجينة ما فيهاش تشققات وناجحة وجميلة جدا. بس بتغطيها بكيس وتغطيها بقى ايه بأي فوطة عندك او قماشة وبس. هبدأ اكور ومعايا بقى الايه الشكل دوت. انا بحب الشكل ده جدا جدا في الكحك. النقش بقى وكده بياخد معايا وقت جامد جدا، لكن دي ما بتاخدش وقت خالص. بتكوري وتعملي، لو حد معاكي بقى انتي تكوري وهو يختمها كده او ينقشها. بس انا بصراحه كنت بعمل والولاد في الدروس، ابني بس اللي كان بيلعب حواليا كده، وطبعا هم ولادي خرجوا وانا بعجن ورجعوا وانا لسه بعمل بشكل العجين يعني وكده. فدي بالنسبه لهم كانت فرحه جميله جدا، وكل اللي داخل الريحه جامده جدا وريحه الكحك جميله. بس عملتهم طلعوا معايا حوالي 3 صيجان تقريبا او 4، عملوا كميه حلوه جدا. بس بتسخني الفرن جامد جدا، واول ما الفرن يسخن بتدخلي العجينه انا ما بسيبهاش، او الكحك ما بسيبوش يخمر. زمان كانت امي بتخمره تسيبه من بالليل للصبح. الكحك عمره ما هيخمر، لان السمنه سخنه، وطول ما السمنه سخنه بتبطل مفعول الخميره فما بتخمرش. فهو بيتعمل ويتحط على طول. الخميره طبعا بتديله ريحه حلوه وبتطلعه برضو هش وجميل جدا. بس انا عملت وسويت في نفس الوقت، وده كان شكل الكحك بتاعي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم، وتنفذوها بقى وتقولوا لي في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم لحد هنا مع السلامه. هتوحشوني جدا جدا، استنوني الفيديو الجاي هيبقى قوي جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. مع السلامه.